انت فاكر ان اللي بيكتب قصص رعب ده بيمسك الورقة والقلم كده ويفضل يكتب وخلاص؟ انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل له ورا الكتابة دي. طب ده بالنسبة للقصص. اما بقى للروايات الطويلة اللي بيبقى فيها شخصيات لو بقت حقيقة هتدمر العالم بتاعنا. قبل ما نبدأ بحب اوضح ان القصة دي حقيقية وحصلت معايا انا شخصيا. فلو انت بتخاف يا ريت ما تسمعش القصه دي وانت قاعد لوحدك بالليل. اما بقى لو انت مش بتخاف وقلبك ميت فتعال قرب. عايزك تعمل حاجه سخنه كده تشربها وتقعد في مكان هادي وتهدي لي النور شويه وتحط السماعات في ودنك ويلا بينا نقول بسم الله. زي ما قلنا ان القصه دي حصلت معايا انا شخصيا وكل اللي هحكيه دلوقتي ده حصل بالفعل. بدايه القصه دي كانت 2020. في الوقت ده بدأت إن أكتب أول رواية ليا واللي كانت بعنوان الملعونة. طب إيه اللي حصل في الرواية دي؟ الرواية دي كانت بتحكي عن بيت كبير بتسكن واحدة ست أو روح واحدة ست اسمها فوزية الملعونة، ولكن علشان جوزها مات وابنها مات وبتاع فالناس طلعت عليها لقب الملعونة. وبعد فترة هي كمان ماتت، ولكن روحها مرضتش تسيب البيت وفضلت ساكنة جواه، وأي حد بيقرب من البيت ده كان بيموت على طول. طب أنا إيه دخلي بكل ده؟ دخلي إن أنا اللي أنشأت الفكرة دي كلها. الموضوع في الأول كان عادي وبسيط جدا وكنت متحمس، خصوصا يعني إن كنت بادئ في القصص القصيرة. فبعد كده لما حاولت أجرب في الرواية الطويلة فالموضوع كان على قد ما هو ممتع بس كان متعب برضه شوية، ولكني كنت متحمس وخلاص. المهم كنت كل يوم بخلص شغل في المجال اللي أنا شغال فيه وبطلع على البيت أقعد مع حالي وأبدأ إن أنا أكتب كل يوم حاجات معينة كده في الرواية. كنت فاكر إن أنا بقى هخلصها في شهر شهرين والكلام ده، ولكن لقيت شهر عدى والتاني عدى والتالت عدى وأنا لسه حتى ما وصلتش لنص الرواية. ولكن قلت مش مشكلة، كده كده الفكرة خلاص في دماغي وعارف البداية وعارف الأحداث وعارف النهاية، يعني مش مهم. وكنت ناوي إن أنا أنزلها في معرض القاهرة الدولي للكتاب سنة 2021، فكان لسه بدري على الموضوع ده. فقلت مش مشكلة، كده كده لسه الوقت معايا طويل. الفصول بتاعت الرواية كانت متقسمة. في الأول طبعا زي أي رواية عادية بتتعرف على الشخصيات وعلى القصة اللي حصلت اللي خلت الملعونة دي تبقى ملعونة، والأمور كانت ماشية عادية جدا. بس في يوم، ودي كانت أول حاجة تحصل لي بسبب الرواية دي، كنت قاعد في الأوضة بتاعتي، النور كان خفيف شوية ومشغل موسيقى هادية كده علشان أدخل في المود وأعرف أكتب بسلاسة. واليوم ده كتبت فيه أجزاء كتير جدا من الرواية. ولما حسيت ان انا خلاص تعبت فقلت كفايه كده النهارده علشان الحق اشوف اللي ورايا في اخر اليوم وانام علشان عندي شغل الصبح بدري. فرحت قافل اللاب اللي انا بكتب عليه وركنته جنب مني على السرير. اتعدلت من مكاني، ولكن قبل ما اقوم من على السرير وافتح نور الاوضه ببص لقيت نفس الشخصيه اللي انا ذاكرها في الروايه بتاعت الملعونه واقفه قدام الباب. والكلام ده انا مش بخرف فيه، الكلام ده حصل بالفعل، ودي كانت اول حاجة تحصل معايا. فضلت قاعد مبلم كده مش عارف اعمل ايه. واللي حصل ده والله حصل في نفس الأوضة اللي انا بصور فيها دلوقتي. فالوضع فضل شوية كده وانا مش عارف اعمل ايه. هي كل اللي بتعمله انها بتبص لي بغل محدش ممكن يتخيله. وبعدها كل حاجة اختفت، لقيتها لفت وشها وعدت من الباب وهو مقفول واختفت. فجريت بسرعة على النور بتاع الأوضة ونورت وفتحت الباب ورحت جاري على بره. وطبعا أول ما خرجت ما لقيتش حاجة. طبعا اليوم ده مش قادر أوصف لكم كمية الرعب اللي أنا كنت فيها، لأن دي كانت أول حاجة تحصل معايا بسبب الرواية دي. فبعدها الأمور كانت ماشية مش طبيعية أوي يعني. فضلت فترة معينة يعني بتاع أسبوع كده أو 10 أيام مش عارف أكتب، خايف أكتب حاجة جديدة لحسن تطلع لي تاني.
ولكن لما كنت بشوف الكتاب بينزلوا كده، فبصراحة كنت بقول لأ، أنا لازم أكمل، أنا لازم أبقى واحد منهم. وده اللي خلاني أرجع أكمل كتابة تاني من مكان ما وقفت. ولكن بقيت واخد بالي شوية، يعني ما بقيتش أقعد في الأوضة لوحدي وأضلم النور بقى والموسيقى الرعب والكلام ده، لأ. بقيت اخد اللاب بتاعي وانزل اقعد على كافيه كده معين جنب البيت عندي، واروح فاتح اللاب قدامي واحط الايربودز في ودني وابدا ان انا اكتب. طب ما هي برضو، ما انت بتكتب برضو في نفس الرواية، بس الوضع يختلف شوية. على الاقل انا دلوقتي قاعد وحواليا ناس كتير، ففي حتة امان كده. وبقيت كل يوم على الوضع ده، وكل يوم بعد ما بخلص كتابة وبطلع على البيت ببقى خايف برضو لحسن اللي أنا كتبته ده يأثر عليا وتظهر لي تاني. ولكن الحمد لله ما كانش بيحصل. طيب، حصل امتى بقى؟ كان في فصل معين في الرواية دي إن أبطال القصة هيدخلوا جوه البيت كمغامرة، يعني علشان يكتشفوا اللي فيه ويشوفوا الناس دي بتموت ازاي وبتاع. فالمهم دخلوا ولقوا حاجة غريبة. لقوا في أوضة الست اللي اسمها فوزية دي، لقوا مذكرات بتاعتها هي اللي كاتباها بخط إيديها. فالمهم خدوها ونزلوا، وهم نازلين على السلم. طبعا البيت كبير من البيوت اللي هي بتاعت زمان اللي شبه الفلل والكلام ده. وهم نازلين من على السلم اتصدموا إن باب البيت اترزع. حاولوا إن هم يفتحوه بكل الطرق ولكنه مش عاوز يفتح. ومرة واحدة النور قطع. فضلوا يخبطوا في بعض، وده يجري من هنا وده يصوت وبتاع. هما كانوا تلاتة، لحد ما مرة واحدة صوتهم هما التلاتة وقف. بطل القصة فضل يدور عليهم وينده وبتاع، ولكن محدش بيرد عليه. في النهاية ظهرت له فوزية الملعونة. وقع على الأرض طبعا وفضل يتشنج وبتاع، ولكنها كانت بتشاور له على الكتاب اللي في ايديها، كأنها يعني بتقول له اقراه. وبعدها اختفت. وفي الوقت ده باب البيت اتفتح، فقام وخرج من البيت، ولقى واحد صاحبه من ضمن الاتنين اللي كانوا معاه جوه. ولما طلع ما لقوش طبعا التالت لقوه فين بقى؟ لقوه مرمي قدام باب البيت بس من بره ومقتول. فخدوا المذكرات وطلعوا على البيت وبدأوا إن هم يقروها ويعرفوا الملعونة دي كانت إيه، وإنها كانت ست غلبانة وكده وعايشة في حالها وسكنت البيت ده، والناس فضلت تتنمر عليها بعد ما ابنها مات وهي سكنت البيت. المهم يعني إنها هتأذي كل اللي يقرب من البيت ده. المهم الفصل ده بعد ما كتبته حسيت بشعور غريب كده، واللي كنت خايف منه حصل. الفصل ده بعد ما خلصته وقمت من على الكافيه وطلعت على القهوة، من حظي الأسود إن أهلي اليوم ده ما كانوش في البيت، وكنت قاعد لوحدي. كنت قاعد مشغل التلفزيون وماسك التليفون وعمال أقلب في أي حاجة كده. ومرة واحدة لقيتها ظهرت لي، ولكن مش واقفة. كانت قاعدة على الكنبة اللي قدام مني بنفس الوصف اللي أنا كنت واصفه لها. نص وشها المحروق وشعرها الأبيض المنكوش والعباية السمراء المتقطعة اللي ما كانتش بتلبس غيرها. فضلت بصالي بغل كده، أنا مش فاهم هي بتبصلي كده ليه. فضلت طبعا باصص لها وأنا ساكت مش قادر أتحرك، حاسس إن حد مكلبش رجلي ومخليني مش قادر أقوم من مكاني. ولقيتها اتكلمت وقالت لي بصوت، صوت عمري ما هنساه، صوت كأنه خارج من الجحيم نفسه. قالت لي وقف اللي بتعمله، بلاش تكمل في حاجة ممكن تضيعك في الآخر. قالت لي كده وبعدها اختفت. ومن بعد اللي حصل ده وانا حصلت لي حاجة غريبة كده. سبت الشغل والدنيا معايا يعني باظت على الآخر. وتعبت، تعبت بمعنى الكلمة. بقيت راقد في السرير، ولا قادر أقوم ولا قادر آكل ولا قادر أعمل أي حاجة. قلبي على طول بيدق بسرعة ومش قادر أخد نفسي. والموضوع ده فضل معايا مستمر لمدة حوالي شهرين أو 3 شهور وأنا راقد. وكل ما أروح أكشف دكتور يقول لي أنت طبيعي وما فيكش أي حاجة، ده مجرد إجهاد، ده مش عارف إيه. وفضلوا يقولوا أي كلام لأن ما فيش إجهاد ولا حاجة، لأن أنا قاعد أصلا بقالي شهرين 3 ما بتحركش، فالإجهاد هيجي منين؟ المهم في الآخر والدي خدني ورحنا لشيخ، والشيخ ده هو اللي جاب لي اللي فيها. كان راجل بتاع ربنا كده، وقال لي أنت بتعمل حاجة غلط، والحاجة الغلط دي مسلط عليك حد مش من العالم بتاعنا. هو مش عايز يأذيك، هو عايزك تبطل اللي انت بتعمله.
فخلاص كده انا عرفت اللي فيها، عرفت انا ان اللي انا بعمله ده هيدمر حياتي، فلازم اوقفه. بس انا ما كنتش عايز، مش بعد كل ده في الاخر اوقف الرواية كده، خصوصا يعني ان المعرض كان خلاص فاضل له كام شهر وهيفتح، وهقدر ان انا انزل الرواية، ودي حاجة يعني بحلم بيها من زمان. وكان لازم اختار، يا اما اكمل في الرواية واستحمل بقى اللي بيحصل لي، يا اما اوقف واشوف حياتي. ولكن انتوا عارفين بقى العند اللي في الانسان، قررت اني اكمل رغم اي بقى اللي هيحصل. وبالفعل بعد فترة كنت خلاص هديت شوية وارتحت ورجعت الشغل بتاعي وبتاع، وبدأت ان انا ارجع اكتب تاني، وبقيت اكتب يعني حاجات اشد من اللي فاتت. كنت بكتب بقى عن عوالم تانية والبطل دخل مش عارف عالم فين وخرج من ايه، وحاجات كتير كده. مش هقول ان انا ما تعبتش بعدها، لا، تعبت تاني، ولكن التعب ما كانش قوي يعني، لان وقتها كنت كل ما بكتب بروح اصلي وكده واقرب من ربنا اكتر، فيعني كنت محصن نفسي لحد ما وصلنا لاخر السنه، وقبل معرض القاهره الدولي للكتاب بشهرين. وفي الوقت ده كان لازم ان انا ابعت الروايه، وقتها انا كنت خلصتها خلاص، وما كنتش مصدق نفسي ان انا اخيرا خلصتها. بقيت اكلم كذا دار للنشر علشان اشوف الاسعار عندهم ونسخ الطباعه والحاجات دي، لحد ما لقيت كذا دار يعني سعرها كويس، لان انا لسه في اول المشوار وكده. وبدات ان انا انقي منهم حد انشر معاه، وبالفعل نقيت دار نشر معروفه جدا. لما قريت الروايه عجبتهم جدا جدا، لدرجه انهم عرضوا عليا ان انا هدفع نص الفلوس وهم هيدفعوا النص التاني. طبعا الفرحه ما كانتش سايعاني، ووافقت على طول. وجيت قبل المعرض بحوالي شهر، ولقيت الدار بتكلمني وبتقول لي معلش حصلت مشكلة عندنا، واكتشفنا إن يعني النوع ده من الروايات، روايات الرعب، منتشرة كتير الفترة دي في المعرض، وده هيخلينا ما نقدرش نقبل الرواية بتاعتك، احنا اسفين. استغربت، ايه اللي حصل؟ دول كانوا متحمسين جدا للرواية، معقولة كده الرواية ما عجبتهمش مرة واحدة علشان استكفوا؟ طب ازاي والروايه كانت عاجباهم لدرجه انهم قالوا لي هم هيدفعوا جزء وانا هدفع الجزء التاني؟ المهم كان لازم اتصرف بسرعه لان خلاص المعرض خلاص قرب. فاخدت الروايه وبدات ابعتها لكذا دار نشر تانية، حتى لو انا هدفع الفلوس كلها مش مهم. والغريبه ان ولا دار نشر عايزه تقبلها، لحد ما اخيرا قبل المعرض بكام يوم، بحوالي 10 ايام مثلا، لقيت دار نشر كلمتني وقالت لي انهم موافقين ينشروا لي الروايه. ففرحت جدا وبعت لهم الروايه، وبدانا نتفق بقى على الغلاف والتفاصيل والكلام ده. وكان فاضل على المهر 6 ايام. في اليوم ده حصلت حاجه غريبه، حاجه غيرت كل اللي فات ده. ظهرت لي تاني فوزيه الملعونه بنفس شكلها، نفس نص وشها المحروق والعباية السمراء المتقطعة وشعرها الأبيض المنكوش. ولكن المرة دي ما كانش كلامه بس، والمكان اللي طلعت لي فيه ما كانش مكان عادي، لان في اليوم ده كنت راجع من الشغل وما لقيتش مواصلات، فقلت اتمشى لحد البيت. والطريق اللي انا بتمشى منه كان لازم اعدي على حته كده فيها مقابر. وكنت ماشي بالليل، وانا ماشي كنت سامع خطوات حد ماشي ورايا. بصيت علشان اشوف مين، ما لقيتش حد. ولكن لما لفيت وشي تاني لقيتها واقفه قدامي بنفس شكلها. كنت حاسس بضوافرها وهي بتغرس في رقبتي. وقعت على الارض، فضلت تخنق فيا، واخر حاجه قالتها لي: انا مش هحذرك تاني، ده اخر تحذير ليك، المره الجايه هتموت. لو الناس عرفت قصتي هقتلك وهقتل كل اللي هيعرف. وبعدها ما حسيتش باي حاجه غير وانا بفقد الوعي. ولما فقت لقيت نفسي واقع في نفس المكان، ولكن فقت بعديها تقريبا بساعه او بساعتين. خدت بعضي وجريت على البيت، واول حاجه عملتها تاني يوم ان كلمت دار النشر وسحبت الروايه. طبعا الناس استغربت جدا، ولكن قلت لهم ان انا خلاص انا مش هنشرها، وسحبتها ورحت راكنها على اللاب
وخلاص. ومن وقتها والرواية دي مركونة وما اتنشرتش. يعني من 2020 أو من 2021 لما خلصت الرواية لحد الآن 2026 في بدايتها أهو، والرواية مركونة وما اتنشرتش ومش هنشرها، لأن اكتشفت إن القصة اللي حصلت دي قصة حقيقية. معرفش هي جت في دماغي إزاي، ولكن اكتشفت بعد كده إن القصة دي حصلت زمان، زمان جدا كمان، بكل تفاصيلها. الله أعلم بقى هي جت في دماغي إزاي وإيه اللي خلاني أكتبها بكل التفاصيل دي، الله أعلم. والملعونة ما كانتش عايزاني أنزلها علشان الناس ما تعرفش قصتها تاني بعد ما خلاص الموضوع اتقفل من سنين. وده اللي خلاني خلاص ركنتها على جنب، ومن ساعتها وهي ما ظهرتليش تاني ولا حتى في الأحلام. فأي حد بيقرا أو بيكتب يا ريت ياخد باله جدا هو بيقرا إيه أو بيكتب إيه، لأنك ممكن تكتب عن حاجة حصلت بالفعل والحاجة دي تفضل تطاردك. فخد بالك. وكل اللي أنا حكيته ده حصل معايا بالفعل، يعني القصة دي مش مؤلفة. وبس كده. ولو وصلت لحد هنا اعرف ان انت من الناس المميزين جدا عندي. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك عليه وتسيب لي تعليق حلو زيك كده، وتشترك في القناة لو انت مش مشترك. وفاضي ليه هتفعل زر الجرس علشان تعرف بعد كده كل التجارب اللي انا بحكيها. سلام.